الو السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد بيرجو، فيديو جديد. حاسس ان انا يوتيوبر قوي. بالمناسبه انا بحب البيبي بلو. الجو ايوه هو ده. انا بص، انت لو تشوف فيديوهاتي للاخر خلاص انا بقالي 3 سنين عايز مبسوط بالفيدباك اللي انتوا عملتوه على الفيديوهات اللي فاتت، ومبسوط باللي انا بعمله، مبسوط ان احنا بنطور. انا شايل اليوتيوب على كتفي وطالع، وانتوا عارفين لما ببقى مبسوط من رد فعلكم فبنعمل فيديوهات للمنشنز بتاعتكم قبل ما تصدق. دي ماشي، دي حفلة تخرج او رحلة في الازهر بارك، وده واحد عايز يخش الحمام. ده انت فقرة. ايوه انا بروح الجيم. استنى هو ايه اللي بيحصل ده؟ بيرقص مع ايه ده؟ ما ايه هو في ايه حضراتكم؟ هو انتوا الحصينه والناس دي بترقصكم؟ ودفع. ايوه يا ديني عالكسوف، في موسيقى شغاله وناس بتزغرط وبنات بتزغرط، فالمفروض نرقص. لا والعروسه قدامنا تمسك سيف يا عم خلاص. ده انت ده يا عم تعالى لي يا عم، ارحمني اتجوزني يا عم، ارحم. بص انا لو صاحبتي واقفه وراك حلال عليك خلاص. ده انت بتروح الجيم خالص. اوف يا عم تعالى لي انا، اتجوزني انا. لو ليك في الخشن اعمل ايه؟ بعد كده جون سينا يخش بقى من باب الجامعة دي. بعد كده اوبا بقى يا ولا. بتبوس مين يا اسطى؟ انا محرج لك. انا حاسس ان انا محرج لك بجد، حاسس ان انا عايز اطبل على طيب. انت بتعمل ايه يا حبيب قلبي؟ تعالى انا زهقت لك. فيديو تاني بيقول دي فقره في حفل تخرج طلاب احدى الكليات. مش عارف هو كان بيعمل ايه برضه. هوبا نمبر 1 تيري بيتي تيري بيتي تيري بيتي تيري بيتي تيري. روح طب هو ايه يا اسطى؟ استنى، هو عمل ايه؟ ايوه الله عليك يا عيني. الراجل ده، الواد ده يعني شايف نفسه انه ايه ده؟ ايه انا مش يعني، انا متضايق لما امه يا عيني او حد من اهله يشوف حفله تخرجه فيشوفوه ابنهم متصور. يعني انا حفله تخرجي واقف ببدله عادي، ده حفله تخرجه بجد بيلعب ضغط وبيطير، والبنات يا عيني بتصوره وبيبعدوا اللي هو بيحوشوا بقى. حاسب لا هيقع على حد فينا، هينط. ادي يا نادر، اجري يا نادر. ماشي يا نادر. انا اللي عمل لي منشن على الفيديو ده سبب لي تراست ايشيو. مراجعات الثانويه العامه في مصر اغرب حاجه ممكن تشوفوها. هو ماتش ملاكمة ولا حد هيشرح حاجة للناس دي؟ يعني ده المستر ودول الطلبة بتوعه هيشرح لهم في استاد يعني. يا ساتر. مراجعة أبطال المحافظات. طب وانت هتفهم ال20,000 طالب دول ازاي؟ يعني ازاي عايز الناس تحس ان انت مش عاملها لاجل البيزنس؟ اقنعني بقى دلوقتي. يعني لو انت مدرس وجايب ناس في استاد صغير هتشرح له، انت مقتنع؟ انت بجد؟ وانت حاسس اللي انت بتعمله؟ انت مصدق؟ انا مش مصدق. انت مصدق؟ وايه اللي بيصور بكتاب جغرافيا ده؟ ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ ما تصور بموبايلك. ملعب سله. لا وحاطط الاعلانات اللي هو ايه. استنى. كاتب ايه؟ انت كاتب حاجه. ايوه
عافر فرحه اهلك تستاهل فرحه اهلي. تخيل داخل لابويا بقول له بابا هات 300 جنيه. ليه يا حبيبي في ايه؟ رايح ملعب التنس. فيروح رقعني قلم كده عشان ايه؟ انا في امتحانات. فاروح حالف له بالله ان والله العظيم المدرس هيشرح لنا في ملعب التنس. فهيقعد بقى يفكر كده يعني ايه في الاخر. يلا بقى الوقت كله بقى بتاع الحصه كله ده اطار في الناس تسقف، وهو اللي هم كل يوم بيشوفوا المستر في قاعه قد كده مغلقه وكله عرقان على التاني. بس احنا جمهور يا حبيبي. دفعتوا بره ولا الاسيستنت ما خدش منكم الفلوس؟ يا نهار اسود. لا فاهم، وفي فن اضاءه وفي قلق وفي مخرج وفي طب مين هنشرح ايه بقى النهارده؟ طب لو طالب عنده سؤال والله هينزل ايه؟ يرمي الكوره بقى في اللي يجيبها هو اللي هيسال بقى. يلا وقف الطلبه صف كده، واللي يرمي الكوره في الباسكت وتخش هو اللي الحق يسال. ده يا جدعان والله العظيم استهبال. في ترند منتشر لعمرو دياب وهو بيضرب حد من المعجبين عايز يتصور معاه، فتعالوا نشوفه بقى مع بعض. انتوا عملتوني منشن عليه. ايوه عمرو دياب بقى قام دخل عليه الشخص ده عايز يتصور معاه. بص حتى البنت دي بتتصور معاه. لا ما ينفعنيش. قام ده جاي يتصور معاه بقى. بص قام بيديله على وشه. المشكله ان هو ضربه ومشي عمرو دياب، والتاني مشي ولا كأن حاجه حصلت. بس تعالوا نعيد الفيديو تاني عشان انا برضو لاحظت حاجه. الراجل ماسكه من البدله، يعني الراجل بص قرصه. يا لهوي دي عايزه تتكوي بعد المسكه دي. قام الواد الراجل اللي هو ايدك، بس ملوش الحق ان هو ايه. بص الضربه دي لا ملوش الحق. انت ما ممكن تمسك ايده تقرص على ايده، لكن تديله بالقلم كده انت ايه؟ انت مش فنان، انت بلطجي، انت عربجي. انا بحبك عمرو دياب من ايام ما كنت عمرو دياب بتاع زمان. عمرو دياب عنده مشكله وهي التكرار، يعني بيفضل يدي كلمه ويقولها في كل الاغنيه وبنحبها عادي. كمان عمرو دياب بقى ايه يعني؟ ضرب شخص واحد قبل كده في فرح، ابتدى اي حد يتصور معاه يروح ضربه. عنده نفس التكرار برضه، مش هيبطله. والناس تهينه على السوشيال ميديا، يا راجل يا عايب، يا راجل يا مش عارف. يروح برضه اي فرح يجي يروح لازم يضرب له حد، ايده بتاكل. الراجل مش سايب حد في حاله، اي حد هيتصور معاه يروح ضربه. المشكله ان الراجل اللي اتضرب من عمرو دياب عملوا عليه بروباجندا، وابتدوا بقى هنستضيفه بقى بعد كده في برنامج وهيتكلموا معاه. احكي لنا بقى عن مأساتك اول ما القلم نزل على وشك، حسيت بايه؟ هل ايده حنينه عليك؟ هل عمرو دياب حسسك للحظه انك حسيت بالنشوه؟ حسيت ان انت اللي هو حسيت اللي هو عذبني، اضربني، حسسني ان رخيصه. بيقول لك بقى ايه؟ قلبي مكسور والد الشاب الذي صفعه عمرو دياب، احنا صعايده يا جدع، ما نقبلش بالقلم لو كسر له دراع ولا رجل كنت سامحته. يعني ايه انا مش فاهم حاجه. قلبي مكسور والد الشاب الذي صفعه عمرو دياب، احنا صعايده ما نقبلش بالقلم. حلو، لو كسر له دراع او رجل كنت سامحته. يعني انت امسكه كسر عظمه ابني، انا بقول لك. لكن هتديله بالقلم احنا صعايده، لكن تكسر له ايد او رجل عادي يا سامح. انتوا صعايده بجد. ليه عايزيننا عافيه نعمل عليكم نكت؟ ليه عايزيننا عافيه نفهم ان الاي كيو في حته ايه يا جدعان؟ انا من رايي المتواضع ما نديش الفنان اكبر من حجمه، ده من زمان. طالما في بقى دلوقتي سوشيال ميديا عادي خلاص نبقى عارفين ان الفنان مجرد شخص بينترتين الناس، بيرفه عن الناس. فكونك الشخص اللي بتنبهر انك شفت فنان قدامك فتمسكه وتتصور معاه، خلاص احنا في 2024 يا برو. خلاص عيب ان انت تشوف ممثل. انا لو شفت مثلا مين، انا لو شفت مريم فارس مثلا ما اعتقدش ان انا هنبهر بيها كده مثلا، ما هي فنانه ومعروفه. لو شفت الفنانه اسماء جلال ما اعتقدش ان انا برضو ممكن انبهر او اعمل حاجه خالص. يعني البنت دي طلعت معايا في الفيديو اللي فات وحد منشني تاني، فتعالوا تعالوا نعذب نفسنا. ازاي اكذب عليه من غير ما يقفشني؟ لازم يكون مقتنع انه قريك زي الكتاب، وانك اساسا ما بتعرفيش تكذبي. يعني احنا بقى من البدايه من الاول بقى تعالي ايه؟ انت عندك هدف ان انت تضحكي عليه من غير ما يقفشك، حلو قوي. خليه يقريكي من البدايه زي الكتاب، يفتكر بقى هو كده. يعني احنا هنتكسك على الراجل على امه من الاول. ولو حاولتي تكذبي هو بيقفشك على طول. طب هنعمل كده ازاي؟ يعني كمان نمثل ان انا بحاول اكذب. انت يا بنت معجونه في ميه جهنم. لازم تخليه يقفشك وانت بتكذبي. يعني مثلا انزلي اشتري كوكي باللوتس واديها له على اساس ان انت اللي عاملاها، بس وانت بتديها له بيبقى مش على بعضك، حاسينه في حاجه غلط. ده اللوتس مش على بعضي. مالي
متوتره، انت مش مظبوطه. انا متوتره. لا انت بس اللي اجيب لك تاكل. واول ما يدوقها اساليه اخبار الكوكي ايه، النوتيلا عجبتك؟ هي اصلا باللوتس، بتعمل نفسك كانك وقعت في الكلام. هو اول لما انا بقى لو عملت كده، لو هي معايا راكبه العربيه نركن على الصحراء وينزلي يا بنت الناس اركبي لك اي حاجه معديه، اركبي دعلب، اركبي تعبان، خشي جوه بقى، خشي جوه، ده مكانك معاهم وسط التعابين. يقول لك نوتيلا ايه؟ دي باللوتس. ايه ده؟ ايوه انا عاملها باللوتس. خضي يا خبر اسود، بعدين تسمي الابتسامه اللي هو قفشتني. قفشتني يا ابن الايه يا صارمه. فعلا بعمل لك كوكيز بس اتحرقوا مني، وانا كنت قايله لك امبارح ان انا هجيب لك النهارده، وكنت عارفه انك متحمس تدوقهم من ايدي، طفح السم. فما رضيتش انزل من غير ما اجيب لك واحده. يا عم مش عايز اطفح من ايدك حاجه، ده انت عقربه. بس انا بجد ما بعرفش اكدب وانت بتقفشني على طول. يا لهوي على السم، ده انت بتبني لي قصه عشان خاطر، يا لهوي. كملي الموضوع بهزار وحاسين انك اسوأ شخص بيكذب في العالم. اعملي كده كمان مرتين ثلاثه، وهو من نفسه هيحس انه قريكي، وانك اول لما تفكري تكذبي هو بيقفش. ويقعد بقى وسط اصحابه، لا انا صاحبتي لما بتكذب عليا بقفش. هو احنا عبط مختومين على قفانا، مش عارفين ان ده محلسه فاضيه. تاني يوم ما تكذبي بجد وما تتوتريش وما تقعيش في الكلام، عمري في حياتي ما هيقع. بس لازم تكذبي وتحوري في الحاجات الصح. وبعدين هنروح على فين يا استاذه اكس؟ بقول لك ايه يا عمر، ما تجيبش اسمها وانا بقراها، حط عليه تيت، مش عايزين نشر الاشكال دي. حادثه وبموت، ولما يجيلك ويلاقيكي زي الفل يسيبك، وتيجي تتخانقي معايا انا تقولي لي اصل انا كنت بخليه يقفشني وانا بكذب. لا طبعا. ولازم لما تكذبي تحسسيني انك كنت بتعملي كده بنيه كويسه وجريئه، او انك كنت فاكره انك بتعملي كده عشانه، وتكذبي في حاجه ملهاش اي 60 لازمه، لا هتضره ولا هتفيده. وحابه اقول ان انا ضد انك تعملي كل ده، وان مفيش علاقه مبنيه على كذب بتنجح. بس اديني قلت لك يعني بعد ما زرعت الايه السم في العسل، بعد ما زرعت السم في عقول كل البنات. بس انا ما بحبش انا ما بحبش الطريقه دي، هي مش مستحبه بس يا جدعان في مشكله برضه. استنى بس، استنى يا حبيبي، هنام على بطني حالا. لا مش استنى، العماره اللي وراكوا دي انا بشوفها في كل حته على التيك توك، انا بشوف المنطقه دي في كل حته في التيك توك، وكذا واحد تاني بيرقص عليها غير دول. دي فين؟ والرقصه دي كل الناس اللي في السن ده بيرقصوها وبيلبسوا نفس اللبس ده. حاسس ان دي رقصه لحاجه، دي الماسونيه. حاسس الماسونيه نزلت في المكان ده، الزحمه دي كلها بتبص على الشخص ده وهو بيرقص، وبيرقص بطريقه ازاي سيمبل قوي، بيحرك رجله بس. كل اللي هو بيعمله اللي يقعد يعمل كده 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 كده. كان نفسي الكادر يجيب رجلي، بس بص هو ده. بس كده الفيديو ده مثلا جاب 35 لايك ما شاء الله، لدرجه ان الناس في الكومنتات واحد بتقول المكان ده فين بجد؟ ايه يا جدعان هو المكان ده فيه ايه؟ واحد بيقول هو الناس كلها بتصور هناك ليه؟ المكان في اسكندريه، التصوير بالدور باين، الناس مش فاهمه، الناس كده نفسي اروح المكان ده بس للاسف بعيد عني، انا ساكنه في الجيزه، حد يعرف اروح ازاي؟ ايه خلاص، حاسس ان المكان ده مثلا مكان ليه رمز كبير عند الناس، لو انا لو وقفت هناك خلاص انا بقيت تيك توكر مثلا. هي المكان ده انا بشوفه كتير والناس بتصور هناك، هل في سر؟ هل الماسونيه فعلا ليها دور في الموضوع ده؟ هل الريتش في المكان ده لما بنزل فيديو فيه بيفرق؟ ما اعرفش، في الجوريزم معين. يا ريت حد يفيدنا في الكومنتات ويقول لنا ليه المكان اللي بيتصور فيه الفيديو ده بشوفه كتير على السوشيال ميديا فعليا، ومش قادر اجيب لكم حتى الفيديوهات اللي انا بتكلم عنها اللي متصوره في نفس المكان، بس انتوا اكيد شفتوا فيديوهات متصوره في نفس المكان. اهدى يا عم. هتعمل ايه يا برو لو دول كده بالظبط يعني حالا جايين عليك وانت قاعد بتشرب كوبايه قهوه وجايين باصين لك كده؟ بجد اعمل لي كده ريبلاي تحت في الكومنتات بالدقيقه بتاعت الفيديو ده كده دلوقتي حالا، وقول لي هتعمل ايه لو بالظبط دخل عليك وانت بتشرب القهوه وبيشاوروا عليك كده، بيقولوا هو ده وجايين عليك كده، هتعمل ايه؟ تختار تشرب ميه زمزم ولا تشرب خمره؟ ليه؟ ايه اللي جاب ده؟ طب هاتيها لي، تختار مثلا تشرب سجاير ولا خمره، لكن ايه ميه زمزم؟ انتي وديتيني الجنه ونزلتيني الدارك الاسود ولا الاسود، ايه ده؟ لا انا راجل بصراحه سكري. انا بصراحه راجل سكري، فانا هختار ميه زمزم وبحب اشرب خمره. ماشي. ايوه بقى. خدها. ايوه بقى. ده 3 جنيه مونتاج وكيسين لب. تختار تشرب ميه زمزم ولا تختار تشرب خمره؟ انا اختار الخمره. اشرب ميه زمزم ولا اشرب خمره؟ ده اختي ده على فكره، ده انا محتار، انا لو في مكانه بجد هفكر. لا انا هشرب خمره عشان اسكر بقى واعمل دماغي. ايوه بقى، انا هشرب خمره بقى عشان بص بقى
الدماغ دي محتاجه تتعمر. ايوه خد انت. هو انا. تشرب ميه ايه يالا يا اهبل مالك؟ زمزم ولا تشرب خمره؟ بص انا لسه عامل عمره وشارب ميه زمزم. ما شبعت. تعالي بقى نضيع العمره دي بقى. انا عايز اجرب الخمره، بيقولوا طعمها حلو. بتقول ايه الخمره دي؟ دوقيني كده. انا هختار ان انا اشرب الخمره دي. يلا. الحمد لله نروح نعمل عمره بقى. لو انتوا مكانهم هتختاروا ايه؟ طبيعي هختار الخمره. ايه هختار؟ لو اختار الخمره ما عملش حاجه. انا مش هعمل حاجه كده كده. حتى لو بص لو هختار حاجه اسوأ لو اختار ميه زمزم يعمل لايك واشتراك. ومش هعمل وربنا ما عامل. عارف لو بص لو هنقذكم من كارثه مش هعمل حاجه. تضرب امك. هي ليه امه بتعيط؟ هي ليه امه عامله كده؟ ليه طالع عين ابوه ليه كده؟ مقابل الايفون ال 15 مبدئيا كده انا مش هضربها. انا هفشخ الست دي لانها مش امي. هنزل فيها بالشوم واخد ال 15 برو ماكس. وهي لو عملت لي كده هتصعب عليا يعني. ايفون 15 انا كان نفسي اجيبه اصور بيه واتشهر. اتصور بيه يا جدعان الناس دي فاهمه الالجوريزم غلط. يعني هو لو رحت مكان في الرحاب في السوق الشرقي تصور هتتشهر، ولو صورت بايفون 15 برو ماكس هتتشهر. بس لا يا عم ما اقدرش اضرب امي. طيب بس دي مش امك والله. ما اشوف هي ليه امك. ما انت مين اللي صور الست دي كده؟ يعني ايه؟ هل الست دي كانت قاعده بتعيط؟ مين الجاموسه اللي راح مصوره وهي كده بدل ما يطبطب عليها؟ في ايه؟ في حاجات غلط. فبتضرب امك مقابل العربيه المرسيدس الجميله دي. ده انا مبدئيا دي مش امي وهضربها. هديها علقه موت. انا نفسي اجيبها من زمان. من زمان ايه يا اسطى؟ انت بتحلم بقى تضربها وتاخدها ولا ايه؟ بس لا يا عم الجنة تضربها وتاخدها ولا؟ تحت اقدام الامهات ما اقدرش. تمام خد بقى الاصعب والاصعب. يا اسطى وانت ليه عايزه يضرب امه؟ يا اسطى وانت شطان يعني. مبدئيا الست دي برضو مش امه بس انت عايز ايه؟ ما تضربها انت. تضرب امك مقابل الدهب ده كله. كل انا ده كان نفسي في الدهب ده من زمان. دهب. ها بقى يلا والنبي بقى اضرب امك بقى يا اخي. اتخنقت منك ومن امك. تضربها وتاخد الدهب ولا هتختار ايه؟ ايه الاختيار الصعب ده؟ صعب يا جاموسه صعب يا ظالم. ها طب ايه رايك نخير الناس؟ نخير الناس؟ تصدق انا اللي هاجي اخيرك خياره. الناس يعني؟ ها يا جماعه لو انتوا مكانه هتعملوا ايه؟ هعمل ايه؟ همسكه هو بقى. هضربه هو مش هو. والست دي والله بجد. مين حضرتك؟ عايزه ايه؟ انت ليه بتعيطي؟ اللي هيضرب امه مقابل الدهب ما يعملش اي حاجه خالص. انا مش هعمل اي حاجه خالص. لا مؤاخذه يا امي، لا مؤاخذه يا حاجه بقى معلش. انا عايز الذهب. انا خايف والله تفتح الباب وتروح مدياني ايه كلمه كده. بس الحمد لله هي امي بتشوف الفيديوهات بتاعتي فمعلش يا حاج. انا عايز الذهب يا حاج. يا اما تجيبهولي انت بقى. تصرف. واحد بيقول امي وابي احترم امي. في واحد منطقي قوي بيقول لك لا اختار التليفون لان دي مش امي. ميك سنس. اهو بص رجعنا نفس المكان ونفس الرقصة، وتحس ان الواد ده شفته قبل كده بس مش هو ده اللي شفناه قبل كده. اللهم شلة زي دي. واحد بيقول نفسي اروح المكان ده. تختار امك ولا المكان ده؟ كله هيختار المكان. كلام منطقي. ايه ده يا ماما؟ في ايه يا يمنى؟ نوتيلا؟ نوتيلا انت جايبها لي من جيبك حضرتك؟ تتاكلي نوتيلا يعني يا ماما؟ وانت مالك يا يمنى؟ وبابا جونز كمان؟ جايبه بيتزا من عند بابا جونز؟ ايوه حبيبتي تحوشتي يا ماما. مش انت كل حاجه على بطنك تاكليها. هو الموضوع يعني عشان مقاطعة ولا عشان ايه بالظبط؟ والنوتيلا دي جبتيها امتى ومنين؟ من النهارده ما تجيش فيه من عند بابا جونز. نوتيلا من عند بابا جونز؟ ميك سنس. نوتيلا من عند بابا جونز؟ ايوه. انا بحس فعلا ان بابا جونز مش مظبوط. بقاله يعني كام يوم كده مش مظبوط. بابا جونز بيعمل حاجات غريبه. بيعمل صوص رانش وستافت كرافس ونوتيلا. والله تعرفي ده ازاي ده يا منى؟ مالكيش دعوه. انا قلت له عايزه نوتيلا اداني النوتيلا في ثانيه. انتوا عايزين توصلوا لايه يعني؟ بحاول افهم يعني ايه هنا بنقول ايه وبنسكت. هو انت يا بنتي عندك كل حاجه تتجاب من عند بابا جونز؟ ايه بحبه اعمل ايه؟ هو ليه ابوكي؟ هو ابوكي ده بابا جونز عادي. بتحبيه؟ بحب اكل كل حاجه من عنده بابا جونز. يا جدعان بص اعمل زوم كده عمر على وشها. ايه ده؟ هي دي طفوله ولا دي هي دي مش طفوله يعني. دي لا مؤاخذه واحده. عارف انت المره الشرشوحه اللي بتبقى في المنطقه اللي بتبص على كيس الاسود اللي انت داخل بيه شقتك انت جايب ايه طالع فين؟ هي دي مشروع الست دي. هي بتبقى كده وهي صغيره. الحمد لله شفتها كان عندي فضول. ايه ده يا منى؟ يا بنتي هو انت ليه اجريسيف دايما؟ ما تحترمي ما تكبري للناس. ايه اللي في ايدك ده يا منى؟ سجاره من عند بابا جونز وانت مالك؟ من عند مين يا حبيبه قلبي؟ سجاره من عند بابا جونز
بص انا عديت نوتيلا، يعني انا ما عنديش مشكله تجيبي نوتيلا من عند بابا جونز، بس هل بابا جونز بيفرط؟ دي مشكله عندي. كل ما اعمل حاجه تخش عليا، انت مستقصداني ولا ايه؟ انا تعبت منك. وغوري بقى. ايه ده؟ ايه يا منى اللي انت بتعمليه ده؟ تعبت منك يا ميس. عايزه انا دماغي عايزه اشرب السيجاره. زن 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 انزلي من على ودني يا ميس. يا اسطى انت كويس؟ يا اسطى انت بتعمل ايه يالا؟ تلاقوش هو كويس، يعني هو طالما رفع الفيديو فهو كويس، لكن لو كان حصل له حاجه ما كانش الفيديو ده هيترفع. الجدي بتاعنا يوم وقفه العيد الاضحى بيبقى كده. المعزه بتاعتنا وقفه عيد الاضحى بتبقى كده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. يا رب اللي ما هيعمل لايك للفيديو ده يبقى كده. ايه كيفيه تدريب الصوت يا رب؟ انت بتدرب الصوت، يعني انا ادرب صوتي كده، اقعد اعمل كده وابويا ما يخشش عليا بشيخ يرقيني، اضمن لي ده هعمل ده. يعني لو انا عملت اللي انت بتعمله ده، بس لو انا عملت كده وابويا ما كسرش عليا الباب في الاوضه وبيطلق عليا ميه مقري عليها بقى وبخور وحاجات من دي، وامي يعني بتلطم على حال ابنها اللي عمال ملبوس ده، ما ماشي هعملها، هدرب صوتي ما عنديش مشكله. واحد بيقول ايه، تخيل واحده بتكراش عليك تشوف الفيديو ده لما اشم الشطه ومش عارف اعطس. لما تليفونك يفصل بيخرس. ممكن اقعد في ايدك شويه؟ الارجنتين، اتفضل. السودان. هو ايه اللي بيحصل في الارجنتين والسودان؟ ده القلب، الارض تشيل من حبيب قلب بعد مرور سنين. ينفع تطلع من هنا عشان الارض دي ارضي؟ الارجنتين عايزه تقعد في السودان. ارضك؟ انا مش طالع من الارض دي حتى لو هموت. بص الارجنتين ساعتها يفيل لايك. طالما الود ما جاش معاك فانا هطلعك منها. هتطلع ولا لا؟ الارجنتين رفعت سلاح. بص انا هطلع، بس اول ما ارجع مش هخلي فيها حد. ماشي استمر يا صاحبي. تحياتي ليك من البرازيل. عمرو دياب بيغني واحد بيقول ايده بتاكله مش قادر. حد يعدي من قدام، حد يعدي. بص يعني ايده عمال يبص، هل هلطش مين؟ مفيش حد عايز يتصور هنا. ايه محمود البزاوي، استاذ محمود البزاوي، تخيل راح ضارب البزاوي على طول. محمود البزاوي بيقول للناس امشوا من قدامه دلوقتي والنبي، عشان ايه فاهم هيلطش حد. بس عمال يا عيني يدور، مفيش حد خالص. حد قال انا حد جايه منه في شكل. ايوه بص بيلق عمال فين عايز حد. عارفين انا اكتر حاجه مستغربه. هاي ازيك عامله ايه؟ انا عندي اراء وعايزه اشاركها معاكم. ممكن نتكلم عن عمرو دياب؟ يلا. في موضوع عمرو دياب ده ايه هو؟ قول لي. مش اللي هو ضرب الواد بالقلم مثلا؟ الواد يا جامد. ايه المشكله طب في عمرو دياب يا دوله يا عسل؟ ردود افعاله في الاغلب بتبقى عنيفه. انا اللي مستغربه أيوة. ان الواد خد القلم الواد نازل، قام نازل، خد القلم ونزل. يعني هو خد القلم من هنا قام ماشي. أيوة. طلع بره الكادر خالص. يعني انا طبعا مش هقعد هنا اقعد اقول لك انا لو خدت قلم زي ده هومسكه ومش عارف ايه وبتاع، عشان ما تعرفش انت ساعات اصلا القلم ده بيخليك تتخض فما بتبقاش عارف تعمل ايه. انت مجرب بقى برو. اوكي بس على الاقل كنت هقف، وقف. يعني كنت هقف شويه، وقف شويه، يعني كنت هقف ابص له مثلا، وقف بص له، اقف واقول لواحد صاحبي امسكني واقعد اقول له تعالى انا لو مسكتك هعمل واسوي. امسكه. انما مش هاخده وانزل. نزل وخده ومشي. امشي. وبعد كده طلع ابوه بيصرح بيقول احنا صعيد بيسرع ابوه بيسرع كده. ده ما قالوش حتى عيب، هو خد القلم قام واخده ومشي كانه. ياد انت بوتاجاز ياد. طب راعي الواد نفسيته. انت عمال تقول الواد وانا معاك. طب خلاص عديها له، انما بتلوم الواد يعني. طب ما تشتم في عمرو دياب يا عم. كانه مثلا بتاع دليفري جاي يديله اوردر ومشي. الموضوع غريب بصراحه. ايه ده؟ استنى، هو ده اسمه المصفوع من عمرو دياب.
ده عمل حساب باسم المصفوع من عمرو دياب. يا نهار اسود والله ما هسيب حقي يا عم. طب روح هاته يا عم انت هتكتبه لنا. مصطفى حجاج بعد ما شاف فيديو عمرو دياب حبيبي اخويا تعال تطلع معايا الفندق اوصلك معايا عربيتي بره. يا لهوي فاهمك. عارف انت جبنا المكان صح، اللوكيشن هو ده المكان هو اللوكيشن ده يا بابا من اولها. كيف فيه يا بابا؟ الاسطوره ونورتونا. هو ايه المالتي فيرس اللي انا فيه ده؟ ايه اللي جاب ده ده بالله ابننا زينة شباب البلد ونجم الجيل. اتفضلوا نطلب ابننا لبنتكم. هو انا مصطبح اكيد ان انا اشوف الحاجات دي. انا مصطبح بيدرس ولا شغال ولا ابننا. اقعد انت سيبها لي دي. ابننا وبلا فخر شاعر مصر الاول بالله يا ولد. بس كده ده اللي بقول له. سمعنا حاجه بقوله. انا بقول لك بسفينه والسفينه عتسيل بينا بنجم خالي علينا نجم موهوب على كل داير مكتوب. هو مين ده بابا؟ بس انت حسن وجمال وكل حاجه تمشي كويسه. بارك لنا في ايه هو ايه اللي بيحصل؟ انا مصطبح اكيد انا مصطبح. واحب اقول دمج مصر كلهم في فيديو. جبتها منين دي؟ اتعرفت عليها على النت يا بابا. دي بعت لها صورك ازاي؟ فيني شوب يا بابا. صاحب بنتك يستاهل تعمل لها فرح في اعلى حته في مصر. لا قاع عندي. سيبني انا الطلعه دي وانا اشرف كده. ما قداميش غير حل واحد بس، عسكر جوه. على خيرة الله. عاجبك فيها يا بنت انت؟ بحبه يا بابا. وانا بحبك كمان. شرفتنا ونورتنا. انا ليه شامم ريحه شراب ماشي على نجيله كتير وداس على طينه مبلوله من ميه خرطوم تكييف، والتكييف ده كان بيهوي اوضه مكتومه فيها لبس طالب ثانويه عامه ما استحماش لمده 3 شهور، وكان بيشرب ريد بول كتير وبياكل شطه كتير، فناتج عنه ريحه عرق وحشه، وكان بياكل بسطرمه، وعنده كلب اسمه روت، والكلب ده كان كل شويه يخش الاوضه اللي فيها التكييف اللي بتنقط على النجيله المبلوله اللي داس عليها بشراب بالو اللي انا شامم الريحه منها دلوقتي ده. حد فاهم حاجه؟ اوكي. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا من شنكو غريبه عجيبه ترنداتكو. اشوفكم الفيديو الجاي، الله اعلم بقى هنروح فين مع ضيف مين. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اللايك بالنسبه لي عاديه، الكومنت بالنسبه لي عاديه، السبسكرايب ده لوحده بيخليني كده احس بالعيديه قوي.